زين ليش يقول والله غفور رحيم؟ وليش يقول ويغفر لكم؟ لأن الله تبارك وتعالى آلى على أنه خلق الإنسان مخير لا مسير. بما أن الإنسان مخير، الإنسان عرضة لصراع المزاج بين النفس وبين العقل. إن غلب عقله نفسه ارتقى إلى مستوى الملائكية، إلى عالم الملائكية، وإن غلبت نفسه عقله ارتقى إلى مستوى البهيمية. خل أضرب لك مثال من العقل، مثال من النفس. مثال من النفس، يحكى أن رجلا كان يبيع اللحم، قصاب، يطلع الصبح قبل الصلاة بنصف ساعة، في أيام في زمن قديم ما أعرف، ماكو سيارات، كانت قوارب وبعران وشيء إلى آخره. يطلع هذا القصاب قبل الصلاة بنصف ساعة، يجيب الذبائح، يذبحهن، يعلقهن، يبيعهن. يوم من الأيام طالع للمحل يريد يفتح الدكان، وجاي فد عرباني يدفع بها لحم، شاف امرأة مقتولة، امرأة ممددة وفي قلبها سكين. اجى سحب السكين من قلبها، ماتت المرأة. طلعوا أهل القرية شافوه بيد السكينة والمرأة وين؟ على الأرض. من القاتل؟ إذن هو القاتل، تمام. ركبت عليه براسه، شالوا الناس ودوه. حلف الله دين كذا، أيمان غليظة، مو أني، ما حد صدق بي. قالوا له أنت القاتل. جابوه صعدوا للحاكم. الحاكم ايش حكم عليه؟ وبشر القاتل بإيش؟ حكم عليه بالإعدام. جابوه يوم الإعدام، الإعدام شنقا. قبل كانت الناس تعدم أمام الملأ. ليش أمام الملأ؟ حتى الإنسان يتأدب، حتى المجتمع يتهذب. يعني هذول اللي فخخوا وفجروا واللي الآن تارسين السجون، وكل واحد الزنزانة مات فندق 5 نجوم، يضرب دجاج مشوي وسمك مقلي. هذول اللي طالعين 4 5 احنا وصالخيهم بالشارع وضاربين حقوق الإنسان 100 شلاب. اكو بعد واحد إرهابي مو يكف الإرهاب لو ما يكف؟ مو لأنه الإنسان يحتاج إلى القوة، يحتاج إلى الردع. المكلف لا يتهذب سلوكه إلا بالردع، إلا بالضرب أحيانا. مو كل واحد بعقله يشتغل. من اللي ينادي بالديمقراطية الآن؟ الدول الغربية. بريطانيا تصيح الديمقراطية، تمام، مو هي لولا؟ مو هي واحدة من الدول اللي تريد تتعلم العراق على الديمقراطية وجو احتلونا لو غلط؟ بريطانيا. ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يقول لا أحد يسألني عن حقوق الإنسان إذا تهدد أمن بريطانيا. إذا وصلت القضية الأمن البلد والأمن المواطن، لا أحد يسألني عن حقوق الإنسان. ماكو حقوق إنسان، أقوم أذبح بالقطة قولتها احنا. احنا ربعنا لو شوية يبرزون عضلاتهم، بدل ما حاطين العنوان يضرب تشريب بسجن الحوت مدري وين، اطلع اقصبه قدام الناس، حتى من الطق الخشم تهمل العين، من الدق الكبير يتأدب الصغير. المهم هذا جابوه قبل كانت الناس تفتهم، الحكام مو مثل هسه، يجيبون منصة برا والمجرم القاتل يعدموه قدام الناس حتى تتأدب الرعية. صعدوا القصاب، شدوا برقبته الحبل للإعدام. قالوا له اطلب، قال لهم اطلب بس اسولف سالفة واحدة. مملكة العدل الإلهي، البارحة تذكرون بالليل شنو قلت لكم؟ قلت لكم صغائر وكبائر الأمور الله ياخذ، ما بيها مجال يقتص. المهم قال لهم شي 20 سنة قبل كنت صاحب قارب سفد جزرة، شلون السهنان النهر اللي عندكم يعبر من هذا الصوب ذاك الصوب بالقارب، وكانت فتاة جميلة تصعد معي في قاربي، أنا أعبرها من هذا الصوب لذاك الصوب. وقع حبها في قلبي. هل قد سألت بخطبتها أريد أتزوجها؟ ما قبلت. هل قد ردت أتزوجها؟ ما قبلت. غابت عني 2 سنين. من بعد ال2 سنين فرد يوم اجت هم صعدت وياي بنفس القارب، رادتني أعبرها. لقيت وياها طفل صغير. قلت لها منو هذا الطفل؟ قالت ابني. نفس ضعيفة. هنا صار صراع المزاج اللي قلت لك عليه، صراع النفس والعقل. فصرعته نفسه، قالها أريدك أنت. قالت له ابني. قالها أريدك أنت. قالت لا أنا ما بيع شرفي. راودها عن نفسها، ألح عليها، قالت لا ما بيع شرفي. يقول جبت ابنها أخذته من جلابيبه، يعني من ياخته، خليت راسه بالمي والقارب يمشي. قلت لها راح أذب ابنك بالبحر. قالت له ذبه وأنا هم ما بيع شرفي. اكو نساء عندها العفة والشرف والنجابة. هذني اكو نسوان واحد والله من يقرأ عنهن يفتخر بهن مثل هاي وغيرها. واكو نسوان صارت لك مثل قهوة عزاوي، كل ساعة طاقي لها صورة ناشرة على الانترنت، العياذ بالله. هاي وين وهاي وين. قالت له ذبه لابني خليه يروح يموت، انا ما اعطي شرفي. يقول انا ما كذبت خبر، جبت ذبيته بالشط قتلت الابن. قلبها شاغ على ابنها.
ردت اراودها عن نفسها، ضربتني كذا اذتني، شلت الام هم ذبيتها بالشط. قتلت الابن وقتلت الام. التفت للناس وهو يريد ينعدم، قال لهم عمي الاعدام اللي يوصلني الى الله مو القاضي، ولكم هاي المرأة انا ما قاتلها، انا الله جاي يعاقبني على الجريمة اللي قبل 20 سنة، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. الله جاي يعاقبني على ذيك الجريمة، اما هاي جريمة انا بيني بين الله ما مسويها، ترى روحوا شوفوا قاتل هاي المرأة منو. صرعته نفسه. شوفوا شباب، هاي هنا من النفس تريد تصرع الانسان، تسوي بهالمستوى من الحضيض تنزله، طيح حظه تنزله الى اسفل درك جلكم الله. بينما في الطرف الاخر اذا العقل تحكم بمقدرات الانسان شنو يسوي به؟ طلعا بنات الملوك سفرة، عفوا بنات الوزراء وياهن بنت الملك، طلعا في سفرة في جزيرة، بنت الملك ركضت وراء غزالة شيء كذا تاهت، حاولت ترجع لصاحباتها البنات الوزراء وتشوفن ما قدرت، ظلت تمشي، شافت لها كوخ من بعيد، اجت هاي البنية كيفت من شافت الكوخ، قالت اكيد راح القى عائلة انا ابقى عندهم. دخلت الى الكوخ، دقت الباب، طلع لها ولد شاب جميل صغير، دنيا الغروب. قالها شنو تريدين؟ قالت دنيا الليل واكو سباع واكو اجلكم الله كلاب وشيء وذئب وانا اخاف من الذئب وش قال فوتي تفضلي. ادخلها الى الكوخ، سد عليها الباب، بنت ملك هو ما يدري بها بنت ملك، جميله البنت جدا، تفضلي، بارد الجو، دفاها، طاها طعام، طاها مي، استريحي، يلا شنو تريدين؟ قالت له والله انا ما اريد شيء، بس انا اخاف اطلع، اريد ان اروح عن الاهلي. قال خلص اذا باتي يمي الليله، هذا السرير الك، نامي على السرير وانا راح انام على الارض. البنت تقول عشت ذيك الليله ارجف خايفه، لان الولد ما ادري ايش بيه، كاهن متصوف ما اعرف، كل شويه يجر له كتاب يقوم يقرا، كل شويه يجر له كتاب يقوم يقرا. بعدين الولد جاب له شمعه اوقدها، وكل شويه يجيب اصبعه يخليه فوق النار، احترق اول اصبع، قام ينزف دم، رجع قعد، ورا شويه قام حط الاصبع الثاني، حرقه، رجع قعد، ورا شويه قام، تقول ما صار الصبح لان الاخ حارق 5 اصابع من ايده، 5 اصابع تنزف دم. صار الصبح، قال لي يلا هسه الصبح تقدرين اوصلك لو تطلعين؟ قالت لا انت روح داوي ايدك، ايدك حرقتها، انا عندي اروح. راحت لابوها فقصت عليه القصه للملك، ما هي الا سويعات، واذا بالملك رام ان يرى ذلك الشاب، راد يشوفه، اجين من الشاب، دخل عليه وحده الملك، شاف ايديه مضمدات، ساله الملك، سال الشاب قال له ايش بيهن ايديك؟ قال له الواقع، قال له نعم، قال له والله البارحه اجت بنت جميله باتت عندي هنا، وانا اول ما نزلت عندي ونامت على سريري بدا الشيطان يراودني، جريت كتابي ردت اخلص من الشيطان ما قدرت، جريت كتابي الثاني ما قدرت، جريت الثالث ما قدرت، الشيطان يراودني، اباوع على جمالها، الشيطان يغويني، يريدني اروح عليها، لكن اتذكر حر يوم القيامه، جهنم، عذاب، نار، استحي من الله. فتحت لي شمعه وقمت احمي باصابعي اصبع باصبع، وتشوف اصابعي 5 تقرمن. ليش؟ اشوي نفسي حتى نفسي ما تزيغ على هاي البنيه بنت العالم. وطلعت الصبح وانا ما قستها. الملك ضحك، دق الباب على الحاجب البرة، قال له جيبها. اجت قال له تعرفها؟ قال اي والله هي من كانت عندي في تلك الليله الماضيه. قال له ما طولك خفت الله ولك انت خوز زلمه، زوجتكها وجعلتك ولي عهد لي، هم راح تصير مرتك، هم انت ولي عهد الي. هنا وين؟ ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث، هذا اللي يحب الله جزاء عند الله. ليش؟ خاف الله واحب الله. الله انطى جزاء لو ما انطى؟ مع طول حركة اصابعك تفضل، انت بدل ما قاعد بكوخ وفقر وصاعد فوق جبل، تفضل انت هسه ولي عهد، ايهما افضل؟ هذا هنا اللي يحتكم العقل، عفوا لغة العقل، واللي يحتكم لغة النفس مثل اخونا القصاب.